عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير حبايبي الحلوين طلاب تالتة إعدادي. فيديو مهم جدا الناس اللي هتمتحن حاسب النهاردة إن شاء الله. صباح الخير عليكم وأتمنى كده تكونوا صليتوا الفجر وبدأتوا يوم جديد علشان نبدأ يومنا وإن شاء الله راجعين بإذن الله فرحانين من الامتحان. امتحان الكمبيوتر هو مادة لا تضاف إلى المجموع ولكن نجاح يسوب، لازم تنجح فيها. أول سؤال من المتوقع إن هو يجيلك إن شاء الله في الكمبيوتر سؤال صح وغلط. يمكن استخدام أي شكل هندسي لتمثيل خطوات الحل عند رسم خريطة التدفق؟ طبعا غلط، لأن في أشكال هندسية معينة. آخر مرحلة من مراحل حل المشكلة هي مرحلة اختيار اختبار صحة البرنامج وتصحيح الأخطاء؟ طبعا غلط. الخوارزمية هي مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا لحل مشكلة معينة؟ ده طبعا صح. جميع أخطاء النموذج فورم يظهر أثر ضبطهما في وضع التصميم؟ طبعا غلط. باستخدام لغة الفيجوال بيزك أو اللي اسمها VB.NET يمكن إنشاء تطبيقات مكتبية وتطبيقات ويب؟ طبعا صح. السؤال التاني المتوقع يجيلك إن شاء الله هو سؤال صح أو سؤال اختياري. عنصر التحكم الذي يمكن استخدامه على نافذة فورم بحيث يسمح للمستخدم اختيار أكثر من بديل؟ تشيك بوكس. تعتبر لغة الفيجوال بيزك دوت نت لغة طبعا لغة كائنية التوجه؟ صح. موجهة بالحدث؟ صح. ذات مستوى عالي؟ صح. يبقى جميع ما سبق. للتحكم في النص الظاهر على الرمز بوتن نستخدم الخاصية طبعا تكست. طبعا نص يبقى تكست. لاحتواء أدوات التحكم ذات الوظيفة الوحيدة على النموذج فورم نستخدم أداة جروب بوكس. الخاصية التي تحيي إمكانية تعدد يعني مالتي. الأسطوي لاين داخل أداة التحكم هي مالتي لاين. اكتب المصطلح العلمي. موقف يتطلب إيجاد حل له. أي هدف مطلوب للوصول إليه من خلال اتباع عدة خطوات؟ طبعا المشكلة. البرامج التي تقوم بترجمة الأوامر والتعليمات؟ طبعا المترجمات. أداة المستخدم في عرض نص على نافذة النموذج فورم لا يمكن تغييره أثناء تشغيل البرنامج؟ أداة العنوان ليبل. النافذة التي من خلالها يمكن كتابة أوامر وتعليمات البرنامج؟ نافذة الكود أو الكود ويندو. آخر سؤال بيجيلنا طبعا سؤال عبارة عن رقم الدال على كل واحدة. طبعا يا شباب ده أنا بس عايزك تعرف لأن هي مش هتيجي زي دي بالظبط. لازم تعرف خريطة التدفق دي، إن خريطة التدفق دي حاجة بنستخدمها لاتباع حل مشكلة وبتاخد أشكال هندسية ورموز معينة. أنا إن شاء الله لازم دلوقتي تروحوا تشوفوا خريطة التدفق لأنها مهمة جدا. الأداة التي يتم ضبط خصائصها هي الأداة طبعا ياديو بوتن. هي الأداة إيه؟ ياديو بوتن يا شباب، اللي هي ياديو بوتن رقم 1 بناخدها من الكود رقم 2. قيمة الخاصية التي تم ضبطها؟ طبعا الخاصية التي تم ضبطها بالفعل هي false، يبقى نكتب كلمة false يا شباب. طبعا يا شباب زي ما احنا قلنا ان لازم تعرفوا خريطة التدفق وتعرفوا رسومات وكل رسمة بتدل على ايه، ولازم تعرفوا شكل الكود. ولكن السؤال اللي هيجيلك اول سؤال صح وغلط، تاني سؤال اخطأ، تالت سؤال مصطلح علمي، ورابع سؤال عبارة عن كود وخريطة تدفق. اتمنى ان شاء الله تحلوا كويس واتمنى لكم التوفيق باذن الله.